بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي أعضاء المكتب التنفيذي والنقابات العمالية وعمال الوطن الغالي، نرفع إلى سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين حفظه الله ورعاه، وولي عهده المحبوب سمو الأمير الحسين ابن عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه، أجمل آيات التهاني والتبريكات في أغلى المناسبات على قلوبنا، ألا وهي عيد الاستقلال. هذا الاستقلال محطة نجدد فيها العهد لمواصلة العمل والإنجاز، ونحن كعمال وطن هناك هذا الوطن أصحاب الجباه السمر والسواعد الفتية دائما وأبدا. شعارنا في عيد الاستقلال هو العمل من أجل الأردن وبناء الأردن الحديث الذي ازدهر في عهد جلالته في هذا الزمن الذي نعتز ونفتخر بأن نقف خلف قيادته، وأن نفتخر باستقلالنا، وأن نفتخر برايتنا أن تبقى عالية خفاقة بإذن الله تعالى. عمال الوطن يقفون خلف جلالة الملك بكل قضاياه وبكل مواقفه الوطنية والعربية والدولية، ويقفون خلفه بما يذهب إليه حول القضية الفلسطينية والوصايا الهاشمية على المقدسات. نحن في عيد الاستقلال نستذكر البناء ونستذكر العطاء ونستذكر جيشنا العربي الباسل وأجهزتنا الأمنية الفذة التي هي مصدر فخرنا ومصدر اعتزازنا في هذا الوطن الأشم. نتمنى من الله عز وجل أن يحفظ هذا الوطن وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار في أردن الخير، وأن يكون دائما وأبدا ملاذا لمن جارت عليه الزمن في أوطانهم. نحن في الأردن أردن الأمن والأمان، أردن الخير والعطاء، أردن المحبة والتسامح، هكذا علمونا الهاشميون، ونحن نقف خلف قيادتنا الهاشمية في هذا اليوم ونزف له أجمل التهاني والتبريكات. وكل عام وسيدنا ووطننا وجيشنا وأجهزتنا الأمنية بألف ألف خير.